بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ ايه رأيكم بقى النهاردة هنعمل كفتة التوفير. التوفير هنعمل الكمية المحترمة دي كلها من نص كيلو لحمة مفرومة، وزي ما انت شايفة النتيجة بتاعتها خطيرة، مستوية كويس، طرية كده وجوسي من جوه. تقدري تسميها كفتة، تقدري تسميها برجر، ميني برجر، يعني هي العجينة دي تمشيكي برضو في عجينة البرجر. يلا بينا نسمي الله ونبدأ في الوصفة على طول. زي ما قلتلك هو نص كيلو بس من اللحمة المفرومة اللي عندي، بس أهم حاجة يكون فيه نسبة دهون. هاتي بصلاية متوسطة كده وهنبشرها النهاردة، مش هشتغل في الكبة، هشتغل على ايديا. بصلاية متوسطة كده هبشرها بشر ناعم. وبعدين نشوف بقى الإضافات اللي هنحطها معانا على البصلات. اتمنى بقى حبايبي اللي معايا ما تنسوش لايك والكومنت الجميل، بيفرق طبعا معايا. انزلي بقى على البصلاية دي ببيضة. زي ما بقولك كده بيضة، مش هتعمل زفارة ولا اي حاجة. الخلطة دي حبايبي يعتبر زي بتاعة البرجر بالظبط، بس الفرق ان البرجر مش بيتحط له البصلاية دي، يعني نفس المكونات. البيضة ننزل عليها كده بمعلقتين من الكاتشب، انزلي عليها بمعلقة كبيرة كده هرمية، ده بصل وثوم مع بعض، انا بحطهم مع بعض، ومعلقة زيهم كبيرة هرمية من البابريكا. انزلي بقى كمان بنص معلقة 7 بهارات، نص معلقة من الفلفل الأسمر، وحطي بقى الملح، والسر اللي هيخليها هشة معاكي كده وجواها هوا البيكنج باودر، نص معلقة من البيكنج باودر. بنقلب بقى المكونات دي الأول كده مع بعض. والمكون ده بقى اللي هيضاعف معانا الكمية، دول معلقتين كبار هرميين من الفيجيتار. لو مش متوفر عندك فيجيتار حطي بقسماط. بقلبهم كده بقى، وبعدين ننزل باللحمة. هتشوفي بقى هيعمل معانا كمية محترمة من النص كيلو. وصفة جميلة يا بنات، جميلة روعة، وتقدري تشكليها بكذا طريقة، يعني التسوية تغير تماما في الطريقة. يعني ممكن تشويها، ممكن تقليها، ممكن تعمليها زي البفتيك كده. تعملي لها بيض وتحطيها في البقسماط وتتقلي، يبقى ليها طبقة كريسب من بره. زي ما انت شايفة لازم نعجنها كويس لغاية ما تسمغ، تعمل النسيج بتاعها ده. زي ما انا ما بقولك كده، انا ممكن اشكلها دلوقتي لو عايزة تعمليها في مكبس البرجر وتشويها، هتبقى جميلة. ممكن تتعمل كفتة وتستوي في الصينية. زي ما قلتلك التشكيل ده على ذوقك، اهم حاجة لازم تتركن في التلاجة مش اقل من ساعتين. بعد ما اتركنت بقى في التلاجة، انا بجيب سلطانية كده فيها شوية مية، يا دوبك ببل ايدي بلة مية. انا حابة اشكلها الاقراص الصغنونة دي. الولاد كانوا فرحانين بيها قوي، يعني عايزة تسميها كفتة، عايزة تسميها ميني برجر، سميها الاسم اللي يعجبك، المهم ان النتيجة فعلا بهرتني. زي ما انت شايفة السمك ما تخنيهاش، لان هي لما بتكش بتتنفخ شوية وهي بتستوي، فحاولي على قد ما تقدري ترققيها. يعني ارتفاع يا دوبك يكون مثلا سنتي او سنتي ونص، زي ما انت شايفة بقى. بخلص الكمية بقى كلها كده. بقى يعني بشكلها مرة واحدة، وبعدين نيجي بقى لمرحلة التسوية. قوليلي بقى لو وصلتي لحد هنا كده بتتابعيني منين، ويا ترى قولي، اتمنى اعرف رأيك في الوصفة بتاعت النهاردة. زي ما انت شايفة كده بخلصها كلها، ما شاء الله بجد النص كيلو عمل لي كمية محترمة تستاهل فعلا يتقال عليها كفتة التوفير. وتمشي معانا في حاجات كتير على فكرة يا بنات. زي ما انت شايفة اهو، انا بوريك السمك، شايفة ما شاء الله كل الكمية دي من النص كيلو. باجي بقى على التسوية، طاسة كده سخنة انزلي فيها معلقتين زيت. انا دي اسهل طريقة للتسوية، حابة تعمليها في الفرن، حابة تعمليها على الجريل، زي ما قلت لك ممكن برضو اعملي لها بالبيض والبقسماط، هتبقى زي البفتيك وهيبقى طعمها خطير.
زي ما أنتِ شايفة كده ما بتاخدش وقت، يعني يا دوبك دقيقة تلاقيها خدت اللون، تقلبي وتحطي غيرها، ما شاء الله أكلة ما خدتش وقت معانا، و وبجد كانت لذيذة، والوصفة دي يا بنات تمشّيكِ في حاجات كتير جدًا، حابة تعمليها ساندوتشات للولاد هيفرحوا بيها جدًا في الساندوتشات، حابة تعملي جنبها مكرونة وبطاطس محمرة تتقدم جنب رز بسمتي زي ما هاوريكِ دلوقتي. أنا قدّمت جنبها مكرونة وكان عندي كمان رز بسمتي، حطيت معاها الرز البسمتي، شايفة الكمية، أنا كنت مبهورة بالنتيجة بجد كانت تحفة، طرية كده وكان طعمها جميل، قدّميها بقى بألف هنا وشفا زي ما تحبي، أنا اديتِك الأفكار زي ما قُلت لِك كده تليق جدًا مع الرز البسمتي وتليق مع المكرونة، ولو حابة بقى تعملي كايزر كده وتعمليها في ساندوتشات للولاد، ما فيش أجمل من كده. لو عجبتِك الوصفة بتاعتي النهارده ما تنسيش تدعميني بلايك. باحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.